عليكم السلام. هذا معلم بالإذن منك لنجاوبن على الحزورة يا جماعة. الحزورة اللي حذرناكم إياها، تذكر مدرسة يمكن أول شخص، في أكثر من شخص جاوب صح وأغلب الأجوبة صح، يعني ما في يقول عنا منا صح، ولكن السبب الرئيسي طلعوا بس نخبط على كيس طحين. ما بعرف على الإضاءة مبين غبرة طحين كيف عم تطلع. هيدا كيس طحين بيجي مخيط تخيط صحيح نايلون، زمان كان يجي خيط بنقول له خيش، نحن منه خيش هيدا، ولكن بعده بنقول له نفس الشيء لأنه بيجي مخيط نفسه، لأنه بيجي بقلبه مسامات بتتنفس. اتفقنا حبة طحين، بحق لكم شو دليلي. اللي قال لي انه بالنسبة للرطوبة طلعوا كيس السكر بيجي بقلبه بطانة نايلون. لو القصة قصة عشان رطوبة كانوا عملوها حطوا نايلون بقلبه لكيس طحين، ولكن كيس طحين ما بيجي بقلبه نايلون عشان هو اشبه بعجينة هلا عم تخمر، نفس العجينة بقلبه بكتيريا وانزيمات عم تشتغل، بس بنسب رطوبة منخفضة جدا 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 بنشاط بطيء. الانزيمات والبكتيريا تنزل البي اتش تبعت حبة الطحين وتعزز روابط البروتين اللي اتفقنا عليها، ويصير تماسك العجين ممتاز بهيدا الطحين. بدها طبيعيا 6 اشهر، لذلك غالبا كل الطحين يلي منه معالج كيميائيا حتلاقوه بكياس بتتنفس مثل هيدي، بينما المعالج كيميائيا حتلاقوه اما بنوعيات ثانيه كياس ورق او غيرها. وبذكركم انه ما ضروري يكون معالج، اذا كان بكياس ورق ايضا ممكن يكون نوعيات البروتين منخفض فيها ونسبه الرماد منخفضه فيها. قشور الالياف تحميه، ممكن يكبتل النشا الموجود بقلب حبه الطحين ويجمد، عشان هيك كمان بحطوه. انا خباز ال 99، ما تنسوا المتابعه والاعجاب ومشاركه الفيديو لنقدر نستمر معكم.